السلام عليكم. اليوم باش نحكوا على العروض والصفقات اللي هي بين التوانسة. اول حاجة ما تنسيوش اللايك والابونيه، وزيدا ما تنسيش تصلي على سيدنا محمد. وتوا خلينا نبدو. الجوار الأول اللي معانا هو معتز النفيتي. بعد ما ناديه في الدوري السويدي طاح للدرجة الثانية، لعب وصلوه برشا عروض. عرض من الدوري المجري من نادي فيغنس فاغوسي، واللي عرض على اللاعب 700 ألف يورو، لكن ناديه رفض وطالب في اللاعب مليون يورو. وحاليا الصفقة هذه في ترانسفور ماركت طلعت من 45 ل 58% في ظرف أسبوع فقط. النادي الثاني من دولة القبرص واللي هو نادي بافوز اف سي، واللي حتى هو يتفاوض مع اللاعب، لكن ما فماش معلوميات على الصفقة هذه. الصفقة اللي بعدها من نادي سانت تيان الفرنسي، واللي حاليا قاعد يتفاوض مع اللاعب والنادي، لكن مازال ما بعثش عرض للاعب. معتز لعب 28 مباراة في الدوري السويدي، مسجل هدف وصنع 4، قيمته التسويقية 750 يورو. وزيدا فما نادي سويسري تبع في اللاعب واللي هو نادي بازل، لكن كيف الصفقة ما عندناش اخبار عليها. حمدي العبيدي بعد انتقال فاشل للدوري العراقي، حمدي العبيدي صحح مع نادي جازيري بصفقة 300 ألف يورو. خلينا توا نتعادوا للاعب اللي بعده. معز حسن بعد الإصابة الخطيرة اللي تعرض لها اللاعب، معز حسن ينتقل بصفة رسمية للنادي الشمالي القطري بعد ما انتهى عقده مع النادي الإفريقي. هيثم حسن بعد ما ناديه فشل في الدوري الإسباني، اللاعب يوصلوا عرض من الدوري التركي من نادي سبورت التركي. ناديه قبل العرض، لكن هيثم حتى لتوا مازال يتفاوض. وهكا نكون وصلنا لآخر المقطع. ما تنسيوش اللايك والابونيه، ويلا باي تشاو.